السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده بجد هياخد قلبك كده، يعني عايزة اقول لكم افضل طريقة لعمل المولتون كيك، حتى لو اول مرة كمان تجربيها او تعمليها. دايما الناس كتير بتعملها مش بتنجح معاها، وما بتشوفش المنظر اللي احنا بنتبهر بيه لما بنشوف شكل الشوكولات. طيب بصوا معايا بقى في الفيديو ده، بجد يعني انا هنا مش عايزة اتكلم ولا عايزة اقول حاجة، عايزاكم تشوفوا معايا بجد يعني الانفجار من الشوكولاتة اللي من المولتون كيك، بجد حاجة كده جميلة. بصوا، استنوا تعالوا بصوا الجمال، ما شاء الله، بجد طريقة حلوة قوي وناجحة. وعلشان تبقى معاكي مظبوطة كده وناجحة وتستمتعي بالمنظر ده، خليكي متابعة معايا لحد نهاية الفيديو. اول حاجه معايا الزبده، ممكن زبده وممكن سمنه، ومعايا طبعا الشوكولاته. انا الشوكولاته هنا عملت قطعتين من المولتن كيك، واحده بالشوكولاته الدارك اللي قدامكم دي دلوقتي، والتانيه ان شاء الله هتشوفوها في اخر الفيديو. معايا الكميه قد ايه ان شاء الله هكتب لكم كل ده في صندوق الوصف. مبدئيا كده جبت الزبده بتاعتي اللي هي عباره عن تقريبا نص كوبايه من الزبدة، وبالجرام حوالي 100 جرام، تمام، عليهم 100 جرام من الشوكولاتة، وبرضك نفس القصة نص كوباية من الشوكولاتة الخام الدارك. أنا دي شوكولاتة خام دارك. هنا عندك حل من الاتنين، أنا هنا دلوقتي حطيتها دقيقة ونص في الميكروويف، ولو ما عندكيش ميكروويف هتعملي ايه؟ هترفعيها على النار لحد ما تسخني الزبدة بتاعتك خالص، وترفعيها من على النار تقلبي فيها الشوكولاتة. دي الطريقة التانية. هنا بقى هفضل اقلب تقليب مستمر علشان طبعا كله كده يتجانس معايا. انا عشان زي ما انتوا عارفين حطيتها في الميكروويف، حطيتها دقيقة وطلعتها قلبتها، واديتها كمان 30 ثانية كمان وقلبتها. هفضل اقلب لحد ما الخليط بتاعي يكون ناعم كده ومفهوش اي تكتلات. نجاح المولتون كيك يا جماعة التسوية بتاعتها، يعني لحد كده تمام، ممكن اي حد يعملها، لكن بجد لازم تلتزمي ببعض من التعليمات خصوصا في التسوية علشان تكون معاكي مظبوطة. شايفين الخليط بتاعي ناعم جدا بقى، كريمي كده، مفهوش اي تكتلات. لحد كده سهل جدا، لحد كده جميل ومفيش اي مشكلة. يلا ما تنسينيش في لايك حلو كده علشان نكمل الفيديو. ايه الإضافة اللي أنا هاضيفها دلوقتي؟ هاحط 3 معالق كبار من السكر البودرة. 3 معالق تقريبًا حوالي ربع كوباية من السكر البودرة. تمام كده، أنا عايرتها كده بالمعلقة طبعًا عشان تكون معايا سهلة، وهي عمومًا ما بتاخدش وقت نهائي والله، يعني هي الموضوع كله ما خدش معايا دقيقة أو دقيقتين تحضير، وكمان مدة التسوية اللي هاقولها لكم إن شاء الله في نهاية الفيديو. طيب أنا هنا أول ما ضِفت السكر هاقلِّب بتقليب مستمر طبعًا علشان ما يكونش فيه قطع كده من السكر باينة، وكمان هي كمان عشان الخليط بتاعي دافي شوية، فهيكون معايا الدوبان أسرع بكتير. هنا لا هاحتاج مضرب ولا هاحتاج عجان ولا هاحتاج أي حاجة، كل الموضوع بالمعلقة وأنتِ واقفة كده هتقلّبي هتعملي أفضل وأحلى مولتون كيك. طيب أنا هاحتاج قد إيه من البيض؟ هاحتاج 3 بيضات. هاحتاج الحجم بتاع البيض بتاعي، يعني هو متوسط مش كبير، وطبعًا بيض يعني فانيليا، وهانزل عليه بالترتيب كده أو بالتدريج. هاعمل واحدة واحدة أقلّبها تنتهي، أضيف التانية لحد ما أخلّص ال3 بيضات اللي أنا هاعملها. طيب الكمية دي هتعمل لي قد إيه؟ الكمية دي هتعمل لي بولة كبيرة كده هاورّيها لكم، دي تكفي ل3 أفراد. تمام، يعني أنتِ بقى شوفي عندِك البولة دي ممكن تعمليها في على فكرة أي صينية عندِك، بس التزمي بمدة التسوية علشان تكون ناجحة معاكِ. أنا هنا ضِفت البيض حبّة حبّة زي ما شُفتوا، وبإضافة الفانيليا طبعًا، والتقليب بقى مستمر. عايزة أقول لكم الريحة كانت جميلة أوي وأنا باقلّب الشوكولاتة كده، ريحتها جميلة. طبعًا الموضوع ده أو الفيديو ده في ناس كتير جدًا هتحبه، للناس يعني اللي هي من عشاق الشوكولاتة، فهتحب جدًا الفيديو ده. تقليب خلاص انتهى، إيه اللي هاعمله دلوقتي؟ هاحط ربع كوباية من الدقيق. في baking powder؟ لأ، ما فيهاش baking powder يا جماعة، لو حطيتِ baking powder هتبوظ لِك الدنيا ومش هتبقى معاكِ molten cake خالص يعني. فاللي أنا هاعمله، نسيت أقول لكم إن أنا حطيت رشة ملح ما بانتش. هاقلّب بقى ربع كوباية من الدقيق، وهاقلّب تقليب كده. هنا جبت طبعًا المضرب اليدوي العادي علشان الخليط بتاعي يكون ناعم ما فيهوش أي تكتلات، وده طبعًا مهم جدًا لأي كيك أنا باعمله.
تقليب بقى بيستمر زي ما انتم شايفين كده من الجوانب، انزل الجوانب. ودي كده تقريبا الخليط بتاعي او المولتون كيك خلص، دي الخليط بتاع الكيك بتاعي. طيب المرحله الجايه ان انا هجيب بقى الكب او هجيب الصينيه ايا كان ايه اللي انت هتعملي فيها، وهدهنها كده رشه من الزيت. لو عندك ألمونيا أو أي نوع بيلزق الطعام فيه، فأنتِ لازم تبطنيها كويس أوي بالزيت وبعدين بالكاكاو. فأنا عملت كده هنا، بُصّوا اديتها كده رشة كده من الزيت، وبالفرشة اتأكدت كويس أوي، أوي، علشان مهم جدًا وأنتِ بتقلبيها ما تكونش لازقة معاكِ في البولة بتاعتِك. طيب، جبت هنا معلقة صغننة كده من الكاكاو الدارك الخام اللي هو ما فيهوش سكر خالص، وهابدأ أبدّر بيها الكب بتاعي. بُصّوا زي ما أنتم شايفين لحد كده ما فيش أي مشكلة، زي ما باعمل كيك عادي جدًا، ما فيهاش أي حاجة. هانزل بقى عليه بالخليط، وده السمك بتاع الخليط، طبعًا هو أكيد كل ما بيقعد بيتقل. طيب أنا الكمية قد إيه؟ أنا الكمية حاملة البولة دي كلّها، تمام، هتتملى كلّها، ما تخلّيش فيها يعني غير مثلًا قد عُقلة صوبع كده مثلًا، مش أكتر من كده. وهي طبعًا مش بتطلع مش بتعلى أوي، بس هي بتكون طبعًا على قد حجم الصينية اللي أنتِ عاملاها أو الكَب. طيب أنا هنا هاعملها إزاي، مش هاحطها كده على طول في الفرن، جِبت صينية كده ألمونيا أو أي صينية علشان أعرف أتحكم فيها، لإن أنتم شايفين المنظر عامل إزاي. طبعًا درجة الحرارة بتاعة الفرن أنا مسخّناها درجة عالية، وهاخلّيها 220 لمدة بالضبط كده من 14 ل15 دقيقة، وبتطلع معاكِ بالشكل ده. ما تزوّديش عن ربع ساعة، ما تزيدش خالص عن ربع ساعة. أول ما بتعمل قشرة خارجية زي ما أنتِ شايفة كده، كده خلاص التسوية بتاعة الmolten cake. شايفين القلب بتاع الكيك بتاعي بيتهز كده وعامل شكل إيه رهيب ده؟ بجد. أنا عملت دي هي بالشوكولاتة بقى الدارك، عايزة الفكرة كانت أأكد إن كده، إيه الوصفة ده؟ دي أو القطعة دي عملتها بالشوكولاتة الدارك. بردك يعني المرحلة اللي بعد كده من الفيديو هاوريكم وأنا عاملاها بشوكولاتة بالحليب. تمام كده، قلبتها كده بالراحة، يعني خدي بالِك طبعًا عشان بتبقى حساسة جدًا، جدًا. ما فيش على فكرة أنا اختلط معايا الأمر دلوقتي إن دي اللي بالحليب. هتشوفوا بردك المقطع اللي بعد كده اللي هي بالشوكولاتة إن شاء الله. دي اللون الفاتح كده، دي بشوكولاتة بالحليب مش الدارك، تمام؟ نفس القصة ونفس المكونات ونفس الحكاية بالضبط، بالضبط كده. المقطع اللي جاي بقى اللي هي بالدارك أهي، بُصّوا رهيبة، رهيبة بجد، اللي أنتم كمان شُفتوها في بداية الفيديو. حلوة أوي وجميلة، وإن شاء الله تعجبكم وتجرّبوها وتبسطوا الولاد، بما إن بقى إحنا كده قاعدين وساعات بنشتاق لأي حاجة حلوة سهلة أوي والله ممكن تنفّذيها وما بتاخدش معاكِ وقت. وإن شاء الله يعجبكم، وأشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم.